إلياس المالكي فيلسوف ما فخباروش. ما لحقتش عليك راه كذلك الحياه، راه خفيفه، راه غير راه ولدنا كنعيشوا حياتنا مع والدينا، داكشي اللي كتبوا علينا الله اللي حنا في كوكب عايشين. ما لحق غتموتوا الدراري، ما تخافوش غتنعسوا. بالرغم من ان بزاف ديال الناس كيشوفوه كستريمر ذو محتوى تفاهه ولا شي حاجه بحال هكا، الا ان السيد عنده فلسفه عميقه في الحياه، انطلاقا من داكشي اللي تيقول ماشي شي شخص اللي تافه ولا سطحي في تفكيره. علاش كنقول لك كارطه فرق انا ترخاوت شي الحياه ديروا فيها عومه الميت، شي دوك جات الوقات ديال الروندا راه قدامك مفرقين، غير انت باقي ما عارفش اش فيه، ما تسنى ما تديرش. وطريقه فلسفته في الحياه راه متميزه في التعامل ديالو مع الواقع الوجود، بل يمكن تكون قريبه كاع من الفلسفه العبثيه ديال البرت كامي. كاين اللي غايقول دابا اش قرب المالكي لكامي، وهذا الشيء غيبين انه خاصنا نفهموا ان الفيلسوف راه واحد الحاجه اللي عاديه، هو فقط شخص عنده واحد النظره مختلفه على بزاف ديال الناس. كامي في الفلسفه العبثيه ديالو كان تيقول ان الحياه ما عندها حتى شي معنى واضح، وان الحل هو القبول بها والاستمرار في العيش بدون انتظار اي جواب نهائي. والمالكي يا راك هذا راه تيسلا راه حياه لعبه كتفهمها لعبه حبار صافي يعني نفس الحاجه كنشوفوها في المالكي، لان المحتوى ديالو فيه واحد النوع ديال العبثيه والعشوائيه، وكيستخدم الضحك والسخريه كطريقه للعيش والتعامل مع اللامعنى والضغوطات. فإلياس المالكي وفلسفه البرت كامي والعبثيه عندهم بجوج نفس النظره للواقع، يعني الحياه عامره بالتحديات والامور العبثيه، ولكن الواحد خاصو يتمرد عليها ويواجهها بابتسامه وسخريه ولا الهبله كيف خلاها هو. فهاد الشيء كامل تيبين يا اما السيد راه قرا وعمر راسو ببعض الفلسفات ديال الفلاسفه، او السيد راه فيلسوف وهو في باروش. اش بان لكم؟ فكره حياه بسيطه غيعطيها لكم شي واحد في هذا البلاد. بارطاجيو الفيديو باش الا وصلوا يجاوبنا.